برشلونة تصدر مؤقتا بفوزه على إشبيليا بنتيجة 1-0. تمت الجولة بين المتصدر والوصيف جيرونا وريال مدريد انتهت لصالح الميرينجي، وتفاصيل أكثر في الكرة والجمهور ابقوا معنا. في مباراة برشلونة وإشبيليا دخل برشلونة المباراة وقد أضاع الصدارة لصالح جيرونا بعد التعادل مع موناكو، وإشبيليا لديه صحوة نسبية إلى حد ما. دخلنا المباراة سريعا بفرصة خطيرة لإشبيليا، استحواذ وإضاعة الفرص بشكل مستمر. كاد أن يسجل جواو فيليكس الهدف الأول في الدقيقة 12. استمر مسلسل إهدار الفرص بالنسبة لبرشلونة. أول تهديد حقيقي لإشبيليا بدأ عند الدقيقة 16 بتسديدة صاروخية، وتألق تير شتيغن في إخراجها. أخطر كرة كانت في المباراة عندما قدم كانسيلو كرة من ذهب إلى جواو فيليكس الذي سددها بكل قوة لتصطدم بالعارضة وتسجل أخطر فرص الشوط الأول. تلاها فرصة ضائعة لبرشلونة عندما انفرد رافينيا في المرمى بشكل جزئي وتعثر وسقط، ولكنه لم يتحصل على ركلة جزاء أثارت القليل من الجدل هذه اللقطة، لكن برأيي الشخصي ليست بركلة جزاء. في المقابل كان هناك فرصة خطرة لإشبيليا عند الدقيقة 30، استقتل المدافع بإخراجها ولمست الكرة جزئيا ربما يده، وطالب لاعبو إشبيليا بضربة جزاء، لكن الحكم أمر باستكمال المباراة. في التحليل التحكيمي لهذه اللقطة أجمع أكثر من محلل على أنها ليست بركلة جزاء. ملخص الشوط الأول أن برشلونة أضاع الكثير من الفرص وربما الفرص السهلة، أما بالنسبة لإشبيليا لا يوجد شيء يذكر. أعتقد أنهم ركزوا على الكرات العرضية والمرفوعة حتى تصل إلى رأس راموس، لكنه لم ينجح بالوصول إليها، وقد بان ذلك في لقطة حينما كان يحاول الوصول إليها وأشار بيده بهذه الطريقة على أنها كانت قريبة جدا ليتمكن من إحراز هدف. الشوط الثاني كان أفضل لإشبيليا قليلا، لكن مسلسل إهدار الفرص بالنسبة لبرشلونة لم ينتهي. اللاعب يامال كان مميزا جدا، راوغ كثيرا، مرر بشكل جيد، سدد حتى باتجاه المرمى. تشعر أنه بخروج رافينيا الذي خرج من المباراة في نهاية الشوط الأول مصابا أنه قد تحرر وانطلق أكثر إلى الأمام. قام تشافي بإجراء تغييرات وأدخل فيران توريس الذي كان له دور بصناعة الهدف الذي حققه برشلونة. راموس ربما كان هو من رجال المباراة أو من نجوم المباراة إن صح التعبير، دافع بشكل جيد، قطع كرات بشكل مميز، تقدم إلى الأمام وحاول المشاركة بالرأس، لكنه وقع بالمحظور وسجل هدفا عكسيا في مرماه بعد كرة ملعوبة بالرأس من يامال. الشيء الغريب برأيي أن مدرب إشبيليا رد على هذا الهدف بإجراء تبديل وإشراك نافاس صاحب 37 عاما بغية تنشيط الخط الهجومي، لكن لم يكن له أي دور يذكر. أما تشافي فقد أدخل روميو بدلا عن يامال لإغلاق الخطوط الخلفية وقطع أي كرات عن مهاجمين إشبيليا. انتهت المباراة بتفوق برشلونة بنتيجة 1-0، وتصدر مؤقتا جدول ترتيب الدوري الإسباني. برشلونة في منظومته تشعر وكأنه يعاني بسبب غياب ديونغ عن وسط الفريق. بخروج عثمان ديمبلي من برشلونة ووصول يامال إلى الفريق صاحب 16 عام، اكتسب برشلونة صفقة مهمة وأساسية، لاعب مهاري مراوغ سريع. غوندوغان جيد، لكن ليس غوندوغان الذي كان مع مانشستر سيتي الذي يصنع الفارق مع الفريق. والأهم من هذا كله أن برشلونة يحتاج إلى ترجمة هذه الفرص إلى أهداف. في مباراة ريال مدريد وجيرونا بدأنا المباراة على أنغام الصوت الرخيم للمعلق خليل البلوشي بعد أن عاد إلى بين سبورت. ريال مدريد بدأ المباراة بخطة 4-4-2. في قلب الدفاع كان ناتشو، على اليسار كامافينجا الذي هو بيعتبر بالأساس لاعب خط وسط، في اليمين كارفخال الذي كان مصابا في مباراة أتلتيكو مدريد، أما في قلب الارتكاز كانت تشاوميني، في المقدمة فينيسيوس وخاسيليو. ذكرت التشكيلة حتى نرى الفرق الكبير بين هذه المباراة ومباراة أتلتيكو مدريد، وكيف أنشيلوتي تعامل مع تلك المباراة والآن يتعامل مع هذه المباراة. الذي حدث مع ريال مدريد في هذه المباراة هو مشابه لكل المباريات تقريبا التي كان يخوضها في الدوري. تعرض إلى فرصة خطيرة في الدقيقة 4 عن طريق كرة مرفوعة لم يحسن التعامل معها المهاجم بشكل جيد، لكنها كانت فرصة خطيرة جدا. وبعدها بدقيقتين كذلك كرة مرفوعة استقبلها المهاجم برأسه لكنه أضاعها. هذه الفرصتين ذكرتنا بالفرص التي كان يتلقاها ريال مدريد دائما من كرات عرضية ويدخل في مرماه الأهداف. انحصر اللعب لمدة 15 دقيقة في وسط الملعب، وكانت الكرات تتبادل ما بين الفريقين، حتى قام بلينغهام بتمرير كرة سحرية أكثر من رائعة إلى المهاجم خاسيليو الذي سجل منها هدف بماركة بنزيما. وبعدها ب4 دقائق فقط تمكن ريال مدريد من إحراز الهدف الثاني عن طريق كرة رأسية من تشاوميني ملعوبة من الركنية. هذا يدل على أن ريال مدريد خرج من فقدان التركيز الذي يرافقه دائما في أول 10 دقائق من المباراة، وكاد أن يحرز الهدف الثالث بانفراد من بيلينغهام، لكن تألق حارس جيرونا حال دون ذلك، وانتهى الشوط الأول على ذلك. بداية الشوط الثاني كانت مشابهة لبداية الشوط الأول،
فرصتين خطرتين لجيرونا من كرات عرضية ويستقبلها المهاجمين بالرأس، ولا يستطيع دفاع ريال مدريد التعامل معها. للأمانة ارتكب دفاع ريال مدريد أكثر من خطأ في منطقة الجزاء، لكن برأيي الحكم كان رحيما إلى حد ما في هذه اللقطات. ربما لا ترتقي إلى ركلة جزاء، لكن بعض الحكام ربما يسببون المشاكل لريال مدريد على هذه الأخطاء الساذجة. ومع الضغط المتواصل من قبل جيرونا تمكن ريال مدريد من تنفيذ هجمة مرتدة وصلت بها الكرة إلى بيلينغهام الذي سجل هدفا رائعا واحتفل بطريقته المميزة كما يحتفل دائما، يتربع على عرش صدارة الهدافين. انتهت المباراة بتفوق ريال مدريد ب3 أهداف مقابل لا شيء، لكن ناتشو تعرض إلى طرد في الدقيقة الأخيرة. للأمانة ريال مدريد يعاني في المنظومة الدفاعية بشكل لا يوصف. ربما ريال مدريد في دوري الأبطال وقع في مجموعة سهلة، لكن في الأدوار القادمة لا أحد يعرف ماذا سيحصل في ريال مدريد مع هذه الكوارث الدفاعية التي تحصل معه. في النهاية هذا كان ملخص سريع لمباراتي برشلونة وإشبيلية، ريال مدريد وجيرونا. بنتيجتي المباراتين تمكن ريال مدريد من العودة إلى الصدارة. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك واللايك. كان معكم محمد علي من الكرة والجمهور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.